الملك مينا نرمر هو أحد أعظم الشخصيات في تاريخ مصر القديمة، ويعتبر مؤسس الأسرة الأولى وموحد القطرين مصر العليا ومصر السفلى حوالي عام 3100 قبل الميلاد. وفيما يلي أبرز المعلومات عنه: الاسم نرمر هو الاسم الذي ورد على بعض الآثار، خاصة لوحة نرمر الشهيرة. مينا هو الاسم الذي ورد في كتابات المؤرخين المصريين القدماء مثل مانيتون، ويعتقد البعض أنه اسم آخر لنرمر أو لقبه الملكي بعد التوحيد. إنجازاته: 1. توحيد مصر. قام بتوحيد مصر العليا جنوب مصر ومصر السفلى شمال مصر في مملكة واحدة، وهو أول من يرتدى التاج المزدوج الأحمر والأبيض رمزاً للوحدة. 2. تأسيس العاصمة. أنشأ عاصمة جديدة تدعى خط مائل يساراً من نفر خط مائل يساراً منفيس لاحقاً، لتكون قريبة من موقع التقاء مصر العليا والسفلى. 3. بداية الدولة القديمة. أسس أول دولة مركزية قوية في التاريخ المصري، وبدأ عهد الأسرات. دائرة زرقاء كبيرة أثاره لوحة نرمر، أهم أثر باق ينسب إليه، وتوجد الآن في المتحف المصري بالقاهرة.